الدراري ديال اليوتيوب واخا نبان لكم ضارب سيرفيطه ديال بوما وداير هاد اللعيبات هادو، اصبروا معايا. الا كملتوا الفيديو غادي تعرفوا شنو هو هاد البيتكوين. البيتكوين هو ببساطه فلوس، صدق او لا تصدق. بيتكوين هو واحد النوع ديال الفلوس اللي كتقدر تبادل به goods and services. تقدر تخلص به شي واحد غيدير لك واحد اللعيبه، وتقدر تشري به شي لعيبه، سواء كتكال سواء كتسرق. راه ديجا دابا شي بلدان خدامين به، وكاين شي بلايص في العالم اللي خدامين بيتكوين كاكسبتيو. مي باش نفهموا البلان خصنا نرجعوا لكيفاش بدا هذا البلان. سيدي في 2008 واحد خونا سميتو ساتوشي ناكاموتو، ما معروف شكون هو هذا الانسان حتى لحد الان. كاين بزاف د اللعيبات كيقول لك حق السي اي اي اللي صايبوا هذا البلان، لا حق الان اس اي. انا كيبان لي واحد خونا سايبر بانك عندهم هذا الشيء ديال الانفورماتيك، خصهم يحلوا السيبر ديال هذا الشيء. صيفط لهم واحد الوايت بيبر كتسمى واحد البحث ديال كيفاش لقى الحل لواحد المشاكل اللي كانت كتصادف اي واحد من قبل انه يصاوب عمله رقميه. وبزاف الناس كاين اللي يقرا هذاك الشيء، المهم ماشي بزاف الناس، هما دوك الناس الاقليه ديال الاقليه. كاين اللي يفهم البلان، كاين اللي قال هذا الشيء غير سكام. المهم قال لهم من هنا شويه راه غادي نحط البروجي في ارض الواقع. خونا ساتوشي ناكاموتو امتى لاح الوايت بيبر؟ لاحها في 31 اكتوبر 2008، هالوين. كيبان لي هذه بحال اللي قلتي واحد الميساج للعالم ديال ان غنضحك على دينكم. دابا نتوما دايرين الماسكات وداك الشيء، غنخر عليكم بالضحك ديال بصح. داز واحد شويه في شهر 1 2009 بدا البلان ديال البيتكوين. وقبل ما نتعمقوا في هذا البلان واش هادشي نصب ولا ماشي نصب، قبل ما نمشيو لهاد اللعيبات اللي فيهم بزاف ديال الهضره، انا بالنسبه لي البيتكوين حل واحد المشاكل اللي معقده اللي حتى شي واحد من قبل ما قدر يحلو. كاين واحد المشكل كان سميتو دبل سبيندين، هو كيفاش نقدروا نتاكدوا 100% باللي هاد العمله غادي تستعمل غير مره واحده، ما غاديش تبقى تطبع. بحال مثلا الفلوس كتكون فيهم واحد السيريه، كيمنع بنادم على انه يطبعها وداك الشيء، ولا طبعها راه كتكون لا واحد السيريه. المهم واخا المشاكل ديال الفلوس راه كيقدروا بعض المرات بنادم يدير بزاف الخروقات، ومن اكبر الناس اللي كيديروا الخروقات هما الحكومات ديال الدول. تنتعمقوا في هذا البلان ديال بصح. البيتكوين حل المشكل الاول ديال الدبل سبيندين، ديال انه كيفاش واحد اللعيبه غتصرف غير مره واحده وبنادم ما غاديش يعاود يصرفها. حل واحد المشكل اللي سميتو واحد المشكل في الكمبيوتر ساينس سميتو مشكله الجنرالات البيزنطيين. ومهم هاد اللعيبه باش بالكم معقده هي سهله. شنو هو البلان؟ البلان هو كيفاش نقدروا نديروا واحد السيستم اللي ما مبنيش على الثقه. هو تخيلوها بحال واحد الجنرالات بيزنطيين، كل واحد شاد واحد البلاصه، كيفاش غادي تتفقوا باش ان هذيك الدوله اللي تابع عليهم كاملين تبقى غاده واخا انهم ما كيتيقوش بعضياتهم. هاد اللعيبه حله بواحد اللعيبات اخرين اللي المهم دابا هذا الفيديو هذا ما بغيتش ندير فيه داكشي يكون معقد. دابا باش نفهموا البيتكوين خصنا نفهموا شنو هي الفلوس. الفلوس راه واحد الكونسيبت اللي بزاف الناس ما عارفاش كيفاش داير. هذيك الورقه اللي كتبان لك نتايا راه ماشي القيمه ديالها فيها هي نيت. علاش؟ باش نفهموا خصنا نرجعوا شويه للور. الفلوس في الاساس هي ميديوم اوف اكسشينج، واحد الوسيله للتبادل، وسيله تبادل ديالاش ديال الجودز اند سيرفيسز. يعني هذا التليفون هذا بغيت نشري خصني نعطيك فلوس، بغيتي تصاوب لي روبيني خصني نعطيك فلوس. يعني كدير واحد الحاجه ولا كنشري واحد الحاجه اللي ماتيريال كنعطيك المقابل ديالها فلوس. قبل من هاد اللعيبه شنو كانوا الناس في العالم كامل على حساب فين كاينين، على حساب واش متطورين واش لا. الفلوس هي عباره على واحد التكنولوجي اللي بقات كتطور. التكنولوجيا اللي كانت بدائيه، كاين شي مناطق في العالم كانوا كيتعاملوا بالحجر، كاين شي مناطق كانوا كيتعاملوا بالكوكياج. مع الوقت ولاو كيتعاملوا بواحد المعادن النفيسه بحال الفضه والذهب اللي داروا منهم عملات اللي منهم بزاف. ومن بعد بقات غاده القضيه حتى القرن 19 بالضبط، ما بين 1870 حتى البدايه قبل ديال البدايه ديال الحرب العالميه الاولى. العالم كان غادي على واحد اللعيبه سميتها معيار الذهب. ما هو معيار الذهب؟ معيار الذهب ببساطه هو ان ديك الفلوس اللي كانت عند دوك الناس كاين المقابل ديالها المباشر المعادل 100% للذهب اللي كاين في البنكه، الريزيرف اللي كاين في البنكه. كاين بزاف الناس اليوم اللي مازال كيسحب لهم باللي العملات ولا بزاف الدول عندهم الريزيرف ديال الذهب مقارنه بالفلوس اللي كتخسر. هذه كذبه، ما بقاتش هاد اللعيبه
قبل من بدايه الحرب العالميه الاولى، حيت كما قلت لكم هذيك الفتره بالنسبه لي من احسن الفترات اللي دازت من البشريه. اكتشفوا بزاف العيبات، بزاف لي فاكسين تلقاو لهم زعما لقاو الحل ديالهم. اي حاجه كنعرفوها اليوم اللي تطورت من بعد راه بدات من تما، الطياره، طوموبيله، تليفون، حتى بواحد الانواع اولى ديال بيسي بدات في ديك الوقيته. ديك الوقيته كان كما قلت لكم الفلوس اللي كانت عند الناس كان المقابل ديالها في البنكه، كاين الريزيرف ديالها ولا محصنه. ديك الفلوس اللي عند الناس محصنه بالذهب، يعني الفلوس تقدر تمشي تاخذ بها الذهب، والذهب تقدر تمشي تاخذ فيه الفلوس، ونفس ديك الذهب اللي كاين في البناكي ديال الدول المقابل ديالو كيسيركولي في ليكونومي. هاد ليكونومي كانت من احسن لي زيكونومي اللي خدامين في العالم كامل. علاش؟ لان هذيك النوع ديال الفلوس كانت سميتها ساوند ماني ولا هارد ماني، العملات الصعبه ولا المال الصعب. المال كان صعب. شنو غادي دير الانجليز اللي كانت هي اللي حكم العالم قبل الامريكان؟ غدير واحد المشكل كبير، واوتوماتيكمون الدول الاخرين غادي يعاقبوا بها عن طريق المخابرات ديالهم. انا بالنسبه لي هذا هو السبب ديال بدايه الحرب العالميه الاولى، وماشي اغتيال ولي عهد النمسا عليه الطالب الصربي. هذيك غير واحد الاشاره، واحد اللعيبه اللي علاش انجلترا ديسيدات على انها تخرج من المعيار الذهبي وتدخل المعيار ديال الفلوس اللي كنعرفوا اليوم واللي سميتها الفلوس ديال الحكومه، government money. هاد government money كما قلت لكم الفلوس قبل في المعيار ديال الذهب كانت محصنه ولا مدعمه بالذهب اللي كاين في البنكه. من موراها فاش تحيدت البلان الفلوس باش ولات محصنه ومدعمه، trust me bro، ثقوا في ان الدوله ديالكم وغادي نطبع الفلوس اللي مزيانين لينا باش نحنا نعيشوا مزيان في ليكونومي. من هنا بدا هذا البلان. علاش؟ هاد اللعيبه هي اللي خلقات الحروب، هي اللي خلقت الحروب الكبيره. الحروب كانوا قبل صفري مي كانوا على واحد المعيار ذهبي. بنادم دوله باش تضارب مع دوله كانت كتفكر 7000 مره قبل ما تدخل في حرب. علاش؟ كانت كتقول لا نخسروا هاد الفلوس اللي عندي، نقدر خصني نجبدهم من الذهب اللي عندي، وخصني نصيفط الروينه، وخا نربح راه غادي نخسر ما بلانش، فهمتيني؟ ما بلانش. وهذاك الشيء علاش كانوا شي دول فاش كانوا كيبغيو يطايفوا مع دول اخرين اش كان كيطرا؟ كانوا كيصيفطوا غير دوك مثلا دوك المقاتلين الواعرين ديالهم، مثلا كانوا كيصيفطوا 100 من فرنسا ضد 100 من الالمان، واللي ربح راه غادي هو اللي غادي يدير سميتو القوانين اللي غادي يتفقوا عليها قبل مثلا الا ربحنا راه غادي نديروا هاد اللعيبه، غادي نتوسعوا في هاد المنطقه. يعني كانت صعيبه تدخل في حرب. من مورا فاش الفلوس ما بقاتش، الفلوس اللي كان ما بقاتش محصنه ومدعمه بالذهب قبل من الحرب العالميه الاولى، ولات مدعمه بالحكومات. تراست مي برو ان الدوله ديالكم. من تما شنو بدات واحد اللعيبه ديال طباعه الفلوس. طبيعه انا ماشي الطبيعه ديال انك كتطبع ورقه. اصلا الوراق اللي كيسيركلوا الكاش اللي كيسيركلي في العالم كامل راه قل من 80%. راه 90% ديال الدولار راه غير ديجيتال، راه غير نمره في بنكه. هنا هذا هو من اكبر المشاكل. هنا فين غتبدا الحروب بواحد الطريقه بشعه. هنا الملايين ديال الناس غادي يموتوا في الحروب، في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، والغزوات والروينه وبزاف اللعيبات اللي مثلا البلان اللي طراو في العراق، البلان اللي طراو في فيتنام، البلان اللي طرا لخوتنا مثلا في فلسطين. علاش حيت الدول ولاو قادرين يطبعوا شحال ما بغاو ديال الفلوس. راه هذا مشكل كبير، هذا راه مشكل كبير. يعني دزنا من العملات ولا من المال الصعب الى المال السهل. دابا الفلوس اللي كنعرفوا اليوم راه واخا كيحاولوا يصعبوها علينا ديال ان واحد الفلوس صعيب خصك تفيق مع الصباح باش تخدم عليها باش تلقاها، ولكن هي راه في الحقيقه راه اموال سهله الصناعه. علاش؟ حيت البنك الفيدرالي الامريكي اللي من قبل منه كان البنك الفيدرالي الانجليزي اللي المهم الروينه اللي غادي تنوض في الحرب العالميه الاولى والثانيه غادي تحول الصراع ولا غتحول القوه العالميه الاقتصاديه من الانجليز الامريكان. البنك الفيدرالي عنده الدولار وكيطبع شحال ما بغى، ماشي كيطرح شغل في الصباح كينوضوا كيديروا بحال هكا. سي فري كيتفقوا على واحد اللعيبه مي عندهم القوه باش يكريو شحال ما بغاو ديال الفلوس الا بغاو. وهاد اللعيبه ها واحد خونا كومونطا هي اللي كتخلق الانفليشن، هي اللي كتخلق التضخم. بنادم كتسمعوا مثلا في المغرب كيقول لك غلاء الاسعار، راه الاسعار ماشي هي اللي غلات، راه الفلوس اللي عندك انت اللي طاحت القيمه ديالها. بسبب شنو؟ بسبب الفلوس اللي كتطبع. علاش؟
حيت الفلوس ولات ساهله، ما بقاتش فلوس صعبه. هذا هو المشكل ديال الفلوس اللي كاين في القرن، في بدايه القرن العشرين 21، نهايه القرن العشرين بدايه القرن 21. هذا هو اصل المشاكل واللي خلى الدول تمشي في حروب، واللي خلى بزاف المجاعات يبانوا، بزاف واخا العالم تطور، التكنولوجيا تطورات، ولكن هذه راه نقطه اللي ضد السيستم التكنولوجي. نورمالمون قد ما تطورت التكنولوجي قد ما خصك ترخص الحوايج. مثلا الا رجعتي غير لورا كانت كالكولاتريس كدير $1000، كان مثلا تليفون كبير بوحدو ما عرفتش شحال داير ديال الفلوس. ولكن دابا راه نورمالمون راه تليفون تجمعوا فيه بزاف اللعيبات اللي نورمالمون خصو يكون رخيص، وبزاف التليفونات اللي رخاص. يعني بغيت نقول لكم على ان التكنولوجي واحد الحاجه اللي خصها نورمالمون كتسهل الحياه على الناس اوتوماتيكمون. خص الثمن ديال الحاجه يهبط ماشي يطلع. شنو اللي كيخلي الحوايج يطلعوا؟ انك انت مضارب مع واحد السيستم اللي عنده ما لا نهايه. ميريكان عندك اكثر من 35 تريليون دولار ديال الكريدي. لمن هاد الكريدي العالم عنده اكثر من 300 تريليون دولار ديال الكريدي. لمن هاد الكريدي جوبيتر هذا حكينا الدراري مصفينا لين. هذا هو المشكل هو ان الطبيعه ديال الفلوس تحولات من فلوس صعبه، الفلوس صعبه الانتاج مدعمه بالذهب. وكاين شي دول اللي كانوا تبناو الفضه واللي من بعد عرفوا على انها تخربيقه مقارنه بالذهب، منهم الهند والصين اللي من بعد هما غادي يرجعوا للمعيار الذهبي. المهم واحد اللعيبات اللي فيهم واحد التفصيلات حسن نوسعوا فيهم شي نهار من بعد. هنا البيتكوين فين كيجي كيحل لنا اكبر مشكل اللي كيعانوا منه الناس بزاف، اللي هو التضخم. عن طريق شنو؟ عن طريق واحد العمله رقميه صعبه الانتاج بحال الذهب. رقميه، ذهب رقمي. علاش تسوني اخويا تقول لي ولكن راه يقدروا يصنعوا شحال ما بغاو البيتكوين؟ لا يا صديقي، البيتكوين اللي غادي تنتج من نهار بدا، من نهار تصوب، من نهار تلاح في الانترنت واحد. المهم تندخلوا كما قلت لكم التكنيك، غندخلوا اللي من بعد داكشي ديال البلوك تشين وروينه. من 2009 غادي يبقاو يتصاوبوا البيتكوين حتى ل 2140 كاينه غادي تكون 21 مليون بيتكوين. ماشي ما لا نهايه ديال الدولار، ماشي ما لا نهايه ديال الاورو، ماشي ما لا نهايه ديال الدرهم. فهمتي التخويره فين كاينه؟ التخويره هو انك انت مضارب مع واحد السيستم اللي عنده العصا السحريه ديال ما لا نهايه، في حين ان البيتكوين 21 مليون فقط. كل 10 دقائق كيتنتج واحد العدد ديال البيتكوين اللي كل 4 سنين كيتقسم على جوج. غندخلوا في هاد اللعيبه اللي تكنيك اللي عجبكم هاد البلان هذا. المهم دابا بغيت ندير لكم غير واحد التوطئه ديال شنو الصراع اللي عندنا مع واحد النظام عالمي اللي مبني على ما لا نهايه ديال الفلوس، والسيستم اللي مبني على تراست مي برو، والسيستم اللي بالنسبه لي انا بونزي سكيم بحال دوك خوتنا اللي كيقول لك اجي اللي دخلتي معنا في هاد الفورماسيون وبعتيها لشي واحد اخر غادي تاخذ انت وغادي ناخذوا حنا نفس البلان. قد ما قربتي لا ماشين اللي كتطبع الفلوس، اللي كنقول طبع الفلوس ماشي كتطبع الورق هكا، اللي كتقول لك راه هذا الرقم هو اللي غادي يسيركولي في ليكونومي هاد العام في الدوله. وعاد زيد عاوتاني كتلقى هاد البنك الفيدرالي عنده علاقه بواحد المنظمات بحال الاي ام اف هما اللي كيعطيو الكريديت الدول. فاش كيعطيو الكريدي كيفرضوا عليك واحد اللعيبات، ها شحال كترجع، ها لي زانتيري، ولا بغيتي تشري خصك تشري من المنتجات ديالنا. استعباد ديال الناس عن طريق الفلوس. راه الناس اللي كيقربوا من لا ماشين ديال طباعه الفلوس كيقدروا يوصلوا لواحد اللعيبه ديال انهم يتخلصوا بلا ما يخلصوا الطاكس، يدخلوا الفلوس، يدخلوا في لي كونطرا، يدخلوا في واحد اللعيبات باش انهم يخليو داك السيستم ايكونوميك اللي غادي. البيتكوين تحل هذا المشكل. انا بغيتك تشوف قبل ما تشوف البيتكوين على اساس انه واحد العمله رقميه اللي غتخرج لي من الفلوس غنشري اليوم غدوز واحد العامين غنولي لاباس عليا. نو، بالنسبه لي هذيك الوقيته مشات. الا ما كنتيش سايبر بانك وقريب لساتوشي ناكاموتو وكنتي مقاود في هادشي ديال الاي تي، ديك الوقيته فاتت. ولكن دابا باقي عندك الفرصه باش انك تدخل لهاد اللعيبات اللي غيقدروا يكونوا هما السيستم ايكونوميك ديال من هنا للقدام. يقدر كاين احتمال ديال انه يولي هو دعامه ديال النظام الاقتصادي العالمي من القدام، كما كان الذهب في نهايه القرن 19 بدايه القرن 20. يقدر يولي
البيتكوين من هنا للقدام هو الدعامه ديال السيستم ايكونوميك. واخيرا العقل الا رجع الناس ديال الاقتصاد اللي شاد العالم كامل وما بقاوش خدامين بواحد السيستم ديال ما لا نهايه ديال الطبع ديال الفلوس، ويدخل لواحد النظام اللي فيه الفلوس صعبه الانتاج بحال البيتكوين، واحد السيستم اللي ماشي تضخمي ولكن تقلصي، لان العدد ديال البيتكوين اللي غادي يبقى يتنتج من هنا ل 2140 غادي وكيقل ماشي غادي وكيتزاد بحال العملات اللي كنعرفوا. وإلا دخلتي انت في هذا البلان هذا دابا تقدر تولي بحال داك خونا جدك اللي كان عاطي على الشيخات والارض في عين الداب كانت دايره 10 دراهم. هادشي اللي كاين اخوتي، هذا واحد الشرح ماشي تقني، هذا شرح بحال شي خوك مريح معاك في راس الدرب ضارب سيرفيطه ديال البيمو ضارب النظارات العجيبه. كنتمنى تكون الفكره وصلت غير كيفاش الفلوس خدامين بواحد الطريقه، واخا غير واحد انتروداكشن. ولا عجبكم البلان نقدروا نزيدوا نتوسعوا في هاد البلانات بواحد الطريقه اللي تكنيك. خوكم عبقور شرح لكم بيتكوين بحال ما راهي معكم في راس الدرب. هادشي اللي كاين اخوتي، وتهلاو.